أعلنت الفنانة المغربية نرجس الحلاق عن عقد قرانها وزواجها للمرة الثانية، طالبة الصفح من متابعيها لإخفائها الأمر عليهم بالنظر لمشاركتها اغلب تفاصيل حياتها مع جمهورها. ونشرت الفنانة صورا لها لعقد القران مع إخفاء معالم ووجه الزوج الجديد، معلقة عليها سمحولي خبيتها عليكم شوية ولكن كل حاجة فوقتها زوينة الله يرزق كل وحدة بولد الناس اللي يستاهلها ويحطها فوق الراس بلا آية لكريمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وانهالت التعليقات المباركة للفنانة زواجها، وكانت الفنانة فاطمة الزهراء لعروسي أول المباركين إلى جانب كل من فاطمة الزهراء التراكس وفرح الفاسي وسحر الصديق التي كشفت أن الزواج تم قبل شهرين في تعليقها. وإلى جانب التعليقات المباركة تساءل عدد من المتتبعين لنرجس إن كانت قد عاد لزوجها السابق المهدي فلان، وهو الأمر الذي نفاه الكثيرون مشيرين إلى أنها بدأت حياة جديدة.